سامسونج راحت مجتمع كراودي مع الناس اللي معاها، احنا عايزين نفرقها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اسلام. تفتكروا بقى لو انا جبت لكم تليفون فلاج شيب كيلر وقارنته بتليفون فلاج شيب، مين هو اللي هيكسب؟ وايه هي التضحيات اللي هتبقى موجوده في الفلاج شيب كيلر؟ النهارده بقى اعمل لكم مقارنه ما بين سامسونج جالاكسي اس 23 اف اي وسامسونج جالاكسي اس 24 بلس. لو عجبك المحتوى بتاع المقارنات دوت، ما تنساش تشترك في القناه وتصلي على النبي وتقول لي في الكومنتات انت عايز انهي مقارنه. بالمناسبه الفيديو دوت حد طلبه مني اصلا في التعليقات، بشكره جدا طبعا، وبشكر كل واحد بيتفرج على الفيديو. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا بالفرج القريب. ندخل بقى في التصميم في الاثنين، الفريم من الالومنيوم وظهر من الازاز، والاثنين شكلهم مشابه لبعض وحلوين جدا. بس سامسونج ما حدثتش في الاس 24 كشكل جديد، قلنا انها ممكن تنزل شكل احدث من كده، لا هي نزلته زي يعتبر السنه اللي فاتت بالتغييرات الطفيفه. الفريم هيكون حاد جدا، عامل زي الايفون، وشكله شياكه وحلو. بالنسبه بقى للاس 23، والفريم هيكون ليه كيرف كراولي مشابه للاي 54. طبعا الفريم بتاع الاي 54 كان من البلاستيك، والاثنين معاهم شهاده مقاومه الماء والغبار اي بي 68، ودي مقاومه كويسه. وبرضو انا ما بنصحش اي حد ينزل بالتليفون في الميه. الشاشه في الاثنين تحفه الصراحه، عشان الشاشتين سامسونج حاطه فيهم حاجات كتير حلوه. بالنسبه بالاس 23 اف اي هيكون دايناميك اموليد اكس 2، ودي شاشه كويسه بصراحه، والتردد هيكون 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس، والسطوع هيكون 1450 نت، سطوع كويس، والمقاس هيكون 6 و4، والدقه هتكون فول اتش دي، وهيكون عليه طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. الشاشه فعلا فلاج شيب حقيقي، بس سامسونج راحت مجتمع كراودي مع الناس اللي معاها، احنا عايزين نفرقها بينها وما بين الفلاج شيب. لا نعمل ايه بقى؟ نتخن الحواف. فطبعا راحت حطت التاتش بتاعها، فالتليفون حوافه تخينه شويه، هي دي العيب يعتبر اللي فيها. ننتقل بقى للاس 24 بلس، هيكون برضو دايناميك اموليد اكس 2 120 هرتز، وهتكون الدقه كواد اتش دي، والسطوع هيكون 2600، ودي حاجه ضخمه جدا، وسطوع كويس جدا. والمقاس هيكون 6 و7، اكبر شويه، وهيكون عليه طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس 2. طبعا الشاشه حوافها قليله جدا، والشاشه ما عليهاش اي كلام، حرفيا التليفون شاشته كويسه جدا، والتحديث بينزل ويعلى معاك على حسب الاستخدام، وده بيوفر في البطاريه. فكده مقارنه بالشاشتين، الشاشه بتاعه الاس 23 هتكون حوافها ادخن، والسطوع هيكون اقل، ومقاس الشاشه في الاس 24 هيكون اكبر. والاختيار بقى ليك، بتحب مقاس الشاشه يكون كبير ولا يكون مقاس صغير؟ المعالج بقى، اللي التليفونين هينزل باصدارين من المعالج، اصدار سناب دراجون واصدار اكزينوس. الاس 24 بلس هينزل بسناب دراجون 8 جين 3، وهينزل باكزينوس 2400 4 نانو، والاكزينوس برضو 4 نانو. والمعالجين كويسين الصراحه، وبيشغلوا بابجي على 90 فريم، وجامدين في الالعاب. وفي كلام بيقول سناب دراجون اعلى شويه من الاكزينوس، بس لو انت معاك نسخه من الاثنين مش هتتضايق خالص. الاس بقى 23 اف اي هينزل بسناب دراجون 8 جين 1 واكزينوس 2200 4 نانو، الاثنين تصنيع 4 نانو، وبابجي هتشتغل على 60 فريم. وبرضه الجهاز مش هيزعلك في الالعاب ولا هيزعلك في المهام اليوميه، الجهاز فعلا كويس جدا. بالنسبه بقى للمعالج هيكون احسن شويه في الاس 24. بالنسبه بقى السوفت وير على الاس 23 نازل باندرويد 13، ونزل له تحديث اندرويد 14، والاس 24 نازل على طول باندرويد 14. انا ليه ذكرت النقطه دي؟ عشان الاثنين نازل معاهم 4 سنين تحديثات رئيسيه و5 امان، معناه ان الاس 23 هيكون اقل باصدار. بالنسبه بقى للرامات، هينزل الاس 23 اف اي ب 128 و 256 8 جيجا رام. بالنسبه للاس 24 بلس هيكون مع 256 و 512 مع 12 جيجا رام.
والاتنين مش بيركب لهم كارت ذاكره خارجي. فاختار بقى انت المساحه اللي تناسبك قبل ما تشتري. ندخل بقى للكاميرات. الكاميرات في الاتنين بصراحه كويسين جدا، وطبعا مش عايز اقول لك احسن من الفئه المتوسطه، عشان فيهم الكاميرا بتاعه تيليفوتو بتاعه 3 اكس. الاس 24 بلس هيكون مع كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل او اي اس و 12 ميجا بكسل الترا وايد، هينزل مع كاميرا 10 ميجا بكسل تيليفوتو بتزوم لحد 3 اكس اوبتيكال زوم، وهتزوم لحد 30 اكس سوفت وير. والكاميرا السيلفي هتكون 12 ميجا بكسل. والاس 23 اف اي هيجي برضو ب 50 ميجا بكسل او اي اس وكاميرا 12 ميجا بكسل الترا وايد. والكاميرا التيليفوتو اللي هي 8 ميجا بكسل برضو 3 اكس ولحد زوم 30 اكس سوفت وير. والكاميرا الاماميه 10 ميجا بكسل. الاثنين هتاخد منهم تصوير تحفه بصراحه، وهتتمتع وانت بتصور بالتليفونات. ممكن الاس 24 هيكون احسن عشان تليفوتو اعلى شويه معالجه للصور احسن، بس ده مش هيبقى بالواو يعني. والكاميرا الاماميه هتكون احسن في الاس 24. وبالنسبه لتصوير الفيديو الاثنين هيصوروا بالكاميرا الخلفيه 8K والكاميرا الاماميه 4K. بالنسبه بقى للسماعات الاثنين هيجوا بستيريو سبيكر، وللاسف ما فيهمش مدخل السماعات 3.5. بالنسبه بقى للبصمه انا حبيت اذكرها عشان الاثنين البصمات مختلفه. الاثنين تحت الشاشه، بس في الاس 24 هتكون التراسونيك، وفي الاس 23 اف اي اوبتيكال اللي هي بتيجي في الفئه المتوسطه. بالنسبه للراديو الاثنين ما بيدعموش الراديو. بالنسبه بقى للبطاريه، البطاريه 4900 في الاس 24 بلس، وبيجي بشحن 45 واط وشحن وايرلس 15 واط، وفي شحن عكسي 4.5. والبطاريه في اس 23 اف اي 4500 وبيجي بشحن 25 واط، وده للاسف بطيء حتى في الفئه المتوسطه، وبيجي بشحن لاسلكي وده كويس ب 15 واط. بالنسبه لاداء البطاريات على سمع الناس جربت التليفونات، الاس 23 هيكون اقل اداء شويه في البطاريه بالنسبه للاس 24، يعني البطاريه في الاس 24 هتكون احسن شويه. بالنسبه بقى للسعر الاس 24 يكاد يكون بضعف سعر ال 23. انت من وجهة نظرك شايف ان هو يستحق السعر الكبير دوت؟ انت بقى شايف الاس 23 فيه تنازلات كتير ويستاهل ان هو يبقى فيه فرق، والاس 24 فيه امكانيات واو اللي يستاهل فرق السعر دوت؟ انا بقى كده خلصت كلامي، ولو انت فضلت لحد دلوقتي بجد انت بطل. سلام.